ففي واحد كان متحير كده، فربنا بعت له ملاك في هيئه انسان، قال له تعالى معايا سفريه كده هنروح مع بعض عشان انت متحير وعايز تعرف ايه ليه حكمه. قال له اه. قال له طب هروح هاخدك معايا بس بشرط، انا ليا شرط واحد بس. قال له السفريه كلها على حسابي بس ليا شرط واحد. قال له ايه؟ ما تسالنيش اي سؤال الا بعد ما اخلص الرحله. قال له الرحله دي قال له 3 بلاد هنروحهم، 3 بلاد هنروحهم، بعد ما نخلص اسالني. قال له ماشي. فخدوا اول بلد، الدنيا ليلت عايزين يبيتوا، فراح سال مين العمده بتاع البلد، فعرفوا فراحوا له هناك. الراجل استقبلهم ولا عايزين نبات عندك الليل، مش عندناش حد هنا، بيتهم ورحب بيهم وجاب لهم عشاء. وكان حتى من زياده كرمه كان عنده كاس ذهب، فخلاهم يجيبوا له كاس الذهب يحطوه عنده في اوضه النوم اللي نايم فيها اللي يشرب فيها عشان يشرب فيها براحته، يعني من نوع من كرم الزايد. يعني في نص الليل الساعه 2 كده ولا حاجه قبل الفجر، الراجل ده اللي هو الملاك فايت انسان قال له الراجل المحتج ده والمعترض ده، قال له قوم قوم. قال له ايه؟ قال له هناخد الكاس ده نرميه في البير بتاع الراجل في الجنينه. قال له لا، الراجل كرمنا وبيتنا وكسبنا كاس الذهب بتاعه عشان خاطر. قال له مش قلت لك ما تسالش؟ قال طب قال له ما هو اسمع بس الكلام، ما تسالنيش لما اخلص الرحله. وراح خدوا فعلا الكاس ورماه في البير. الراجل عنده جنينه فيها بير ميه فرماه في البير. راحوا البلد الثاني ومشوا هربوا. راح بلد تانية لقوا واحد بيبني سور على الفيلا بتاعته، على القصر بتاعه، ولا القصر بتاعه يجي متر كده. فجم عند الراجل ما رضيش يقابلهم، ما رضيش يكرمهم، ورفض يدخلهم حتى عنده. فقالوا بص خلاص تعالى ننام جنب السور بتاعه ده. قال له لا ننام جنب السور بتاعه في حمايه. قال له ماشي. نام جنب في نص الليل. قال له قوم. قال له ايه؟ قال له هنكمل له السور ده نبنيه نعليه. بقى الراجل اللي رفضنا ما جابلناش كوبايه ميه نبني له السور. قال مش قلت لك ما تسالش عن حاجه لما نخلص الرحله؟ بنوا له السور او مش السور. راحوا البلد الثالثه، الراجل كان عنده ولد وحيد، فلما رحب بيهم اللي هو الغني ده رحب بيهم ودخلهم وخلى ابنه الوحيد ده اللي يكرمهم ويهتم بيهم وياكلهم الى اخره. في نص الليل قال له قوم. قال له ايه؟ قال له هناخد روح الواد. قال له يا راجل حرام عليك، ده ابنه الوحيد واكرمنا ودخلنا بيته وناخد روح. قال له انا بس قال له مش همشي معاك تاني اما تقول لي ايه الحكايه. قال له طب خلاص يلا بينا. بس خد روح الواد ومشي. هم ماشيين بقى. قال له احكي لي بقى ايه بقى اللي بيحصل ده كله، انا خلاص دماغي دي خلاص. قال له هقول لك. الراجل الاولاني العمده ده اللي كان عنده كاس ذهب، قال له اه. قال له المملكه كلها ما فيهاش كاس ذهب الا واحد بس عند الملك اخو ده، والكاس اللي عند الملك اتسرق. الملك امر فتشوا كل البيوت اللي هتلاقوا عنده الكاس ده هو والعيله كلها يباد من المملكه. فلان الراجل ده طيب وكريم وما يستاهلش، خدنا الكاس رميناه في البير ومصيروا هيطلعوا من البير وياخدوا. قال له طب دي كويسه صح. اقتنعت. قال له طب والراجل الثاني ها السور؟ السور برافو عليكم كنتوا مركزين معايا. اللي بنى له السور. قال له اه. الراجل ده يستاهل الخير ولا يستاهل؟ قال له لا ما يستاهلش. قال له طب عشان كده قمنا بنينا له السور. طب ما يستاهلش نبني له السور؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له علشان الراجل ده كان بيفكر مش عاجبه السور كده، فكان بيفكر يهده ويفحت جامد ويبنيها خرسانات ويأسس جامد. لو كان عمل كده كان هيلاقي كنز تحت السور، فلانه ما يستاهلش الخير حرمناه انه ياخد الكنز. قال له طب دي كويسه خالص برضه. قال طب والتالت بقى اللي عنده ولاد؟ قال له الولد ده شفت ازاي الراجل طيب ومراته وناس طيب الولاد؟ قال له اه. قال الولد ده هيتلم عليه صحبه شريره هيعلموه المخدرات والشم والحاجات دي كلها، وكان اول 2 هيقتلهم ابوه وامه ويبدد كل سنه. فلان الراجل الاسره دي ما تستاهلش البهدله ولا الحاجات دي، خدنا روحه هو لسه حلو كده قبل ما يدمر ابوه وامه. قال له فعلا يا رب ما ابعد احكامك عن الفحص واتركك عن الاستقصاء، من عارف فكر الرب ومن كسر له مشيرا. فلازم نسلم ان الله بيبقى ليه مقاصد احنا ما نفهمهاش، ومش هنحاسب ربنا ليه خدت ده صغير وخدت ده كبير ولا سمحت بكده ليه، ولا الله ليه مقاصد احنا بيسمح بكده ليه احنا ما نعرفش. لكن احنا علينا ان احنا نكون في الاول وفي الاخر مستعدين. كونوا ايه؟ مستعدين.